الموبايل ده جميل ولا وحش؟ إمكانياته عظيمة ولا على قد حاله؟ الحقيقة الموبايل ده لازم تشتريه في حالات معينة، بس اوعى تجيبه في حالات تانية. CMF فون 2 برو. الموبايل ده حكاية غريبة وعجيبة متداخلة ومتشابكة، بس لازم نحكيها. ممكن أشوف حاجة جميلة وتشوفها أنت مش جميلة. الجمال نسبي، ده المنطق، وعظمة الإمكانيات أساساً لازم تبقى عارف لحافك آخره فين علشان تعرف تمد رجليك لغاية فين. ده الواقع. نتفق ونختلف للصبح على حاجات وإمكانيات، بس اللي أقدر أقوله لك ما ينفعش نختلف على إن CMF فون 2 برو صفقة ما تترفضش. الموبايل ده بقاله تقريباً شهرين معايا. في الأول استخدمته كموبايل ثانوي اللي هو محطوط في الشنطة، يعني مش هكدب عليك نظرتي له كان فيها استعلاء. واحد جاي من ايفون برو ماكس وسامسونج اس الترا او ايدج، ولما رحت للهونر 400 عملت فيها زي البرنس علاء وهو بيتعامل مع عامة الشعب. بالمناسبة هسيب لك لينكات مراجعات الأجهزة دي كلها في صندوق الوصف. المهم النظرة الطبقية الحقيرة دي فقت منها على جودة الهونر اللي أبهرني الحقيقة، أو خلاني على الأقل أشوف الدنيا بعين تانية. ومش هكدب عليك قلت يعني مش لدرجة CMF فون أبو $270، أكيد لو استخدمته هيشلني. بيني وبين نفسي قلت ده هراجعه إزاي بعد الأجهزة الفلاج شيب دي، ولا حتى الفئة فوق المتوسطة. الحقيقة وبعد حبة استخدام حلوين أنا آسف، حقك عليا CMF. وزي ما هونر 400 فتح عيوني على ان الفئة المتوسطة بيطلع منها تحف، وهسيب لك لينك المراجعة هنا. لما شلت جهاز ناثينج اللي هي فئة اقتصادية منزلة فئة اقتصادية اكتر من الاقتصادية ذات نفسها في CMF فون 2 برو، حسيت احساس غريب. والمراجعة دي مش هقدر اخليها مراجعة ومقارنة، نقدر نعتبرها فضفضة وحكاية يتخللها مراجعة. اللي متابع عالم الموبايلات عارف ان CMF هي علامة اكثر اقتصادية من شركة ناثينج للموبايلات الاقتصادية. CMF بتعمل نسخة برو من تاني موبايل ليها في السوق، بالرغم من انه اصلا مفيش نسخة مش برو. الموبايل ده عبارة عن مجموعة تضحيات علشان ينزل لك بسعر مش بس منافس، لا ده ملوش منافس في الحتة دي، بسعر $279، يعني حوالي 1000 درهم اماراتي تقريبا، حاجة كده مش محصلة 15000 جنيه مصري بالضرايب والاستقطاعات وضريبة النوادي وطوابع الشتاء والبريد والدمغات. بص هو غالبا اسمه برو على اسم جده الله يرحمه، علشان هو مش برو ايفون يعني فتفتكر انه هيطلع نار من USB-C. هو برو يمكن علشان الكاميرات الثلاثة اللي فيه او الشاشة والبطارية، يمكن شياكته مثلا هي اللي مخليه برو. تقدر تقول انه واخد البروهية تقديرا لمجمل اعماله، حاجة كده زي الدكتوراه الفخرية. يعني هو شكله موبايل برو جدا وملمسه في منتهى البروهية اللي في الدنيا، تحسه انه غالي وشكله في الايد اغلى بكتير من سعره الحقيقي. شاشته الوانه ابربر من البروزة نفسها، يعني هو شاشة اموليد كبيرة ساطعة 6.7 انش بمعدل تحديث 120 هرتز، وفي قارئ بصمة بصري تحت الشاشة سريع ودقيق ومش مزعج بفتحة الكاميرا الأمامية الصغيرة، وهو رفيع وخفيف قوي بالرغم من ان بطاريته 5000 ملي امبير. كل دي حاجات في منتهى البرو اللي في الدنيا. الظهر ورا بلاستيك مع المسامير والعجلة اللي ورا دي، واللي هتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. شياكة باسلوب برو ومختلف، بتحس ملمس الجهاز معدني. اللون اللي معانا ابيض وفي الوان تانية منها البرتقاني والاسود، وهنا هو بطعمه ورائحة البرو لانه بالكامل بلاستيك، بس بلاستيك شيك وملمسه حلو، بلاستيك ما بيحاولش يعمل نفسه ازاز. طيب هل هو شكله وحش بمساميره دي؟ الحقيقة لا بالعكس، بس الجمال في الشكل نسبي وكل واحد وذوقه. بالنسبة ليا شكله مميز بظهره المسطح وحلقات الكاميرا المعدنية. هو موبايل عنده شخصية واضحة وباختلاف، ولو شفته على بعد كيلو هتفرقه عن اي موبايل تاني، زي ما بتفرق الايفون عن اي جهاز من بعيد. ما قلتش انه ايفون، بس هو موبايل له شخصية متفردة. لازم تعترف ان في ناس كتير زهقت من الموبايلات المسطحة اللي شكلها بيتكرر كل سنة، حاجة مملة، والشركات ما بقتش بتاخد اي مخاطر، وما بقاش ليها الوان. حتى مؤخرا راح كله منزل الالوان البهتة الخافتة اللي ملهاش لازمة. لكن CMF من ناثينج راحت لملعب مشتاقين له، وهو ملعب الابتكار. الفكرة بقى ان موبايل CMF السنة اللي فاتت كان موديولر، كان فيه مسامير بتتفك من الظهر برضه، بس الظهر كان بيتخلع بالكامل
كامل، وكان في اكسسوارات بتركب مكان الظهر ده، وده كان حلو. السنه دي هو كمان موديولر، بس مش شغال مع اي اكسسوارات من موبايلات CMF بتاعت السنه اللي فاتت ما عدا الحبل بتاع الرقبه، وده مش اتجاه لطيف الحقيقه، وكان لازم يتفادوه ويخلوا كل الاكسسوارات تشتغل على كل الاجيال، لان ده هيخليها تكتر في السوق، بعكس لما كل جهاز ينزل باكسسوارات اللي ما تشتغلش على اللي قبله ولا اللي بعده، ساعتها هتقل الاكسسوارات وهيقل تبني الشركات لصناعه الاكسسوارات دي. يعني هم متمسكين بفكره الموديولر، بس هم في الفون 2 برو لعبوها بامان علشان يزودوا الحمايه. الطريقه اللي شغال بيها دلوقتي ان لسه في 4 مسامير في ظهر الموبايل، زائد المسمار اللي بيتلف بالايد ده في الزاويه. كنت بتفك الجهاز بتاع السنه اللي فاتت، اللي الحقيقه ما جربتوش لنفس النعره الكدابه اللي حكيت لك عليها في اول الحلقه، بس شفت فيديوهات كنت بتفك كل المسامير بالمفك اللي ما كانش بيجي معاه، فتلاقي البطاريه وتغير الظهر بظهر تاني من لون تاني. بس ظهر الموبايل الجديد كله ما بقاش بيتخلع تاني، بدل كده بقيت بتفك المسامير وفي ظهر اكسسوار بيركب فوق اللي موجود. والحقيقه انا ما حبيتش فكره تغيير الظهر، لان الفريم بيفضل زي ما هو على نفس اللون. ما علينا، سيبنا من الاكسسوارات. الجهاز بينزل له اكسسوارات كتير في الظهر وعدسات بتركب ومحفظه، بس سيبك من كل دي العاب، مش هي دي الاساس. وممكن تحبها وممكن تستخدمها وممكن تجيبها تلعب بيها شويه وترميها، لكن الموبايل نفسه ايه؟ زي ما قلت لك الريفيو ده فضفضه اكتر منه مراجعه وارقام، علشان لما بنحب حد بنحب نحكي حكايته، وانا حبيته وهيفضل موبايلي الثانوي، بس ليه مش الاساسي هقول لك، بس خليك معايا. لما بستخدم الموبايل ده عايز اوضح حاجه واحده، ده افضل سوفت وير في اي موبايل جديد تحت $400 تقريبا، وده واضح جدا من اول لمسه ومن اول تعامل. انا عارف ان في موبايلات وان يو اي نظيفه ورخيصه، وبعض موبايلات ريدمي وريلمي في السعر ده، بس الفكره في ايه؟ ليه CMF فون 2 برو مميز عن غيره؟ Nothing هي شركه اسسها كارل بي، لا بي ده اسمه مش لقب. مين بقى كارل باشا؟ باشا ده لقب، ده المؤسس بتاع وان بلس، واللي ما يعرفش وان بلس فدول كانوا ملوك البساطة والسلاسة في أجهزة أندرويد مع واجهة أكسجين أو إس، وهي شركة فرعية اللي هي وان بلس من أوبو، اتأسست علشان تاكل السوق بتقديم اللي بيسموه الفلاج شيب كيلر، الجهاز الرخيص اللي فيه نقاط قوة وعملاقة وتضحيات كتير بس مخفية علشان تطلع وجبة شهية رخيصة. وكارل بي جاب معاه البساطة دي وهو جاي من هناك بعد ما ساب وان بلس لأوبو يشبعوا بيها ويخللوها، حركات سلسة في كل حتة، كم ميزة زيادة هنا وكم ميزة زيادة هناك، وبدون حشو. بعض الويدجت مخصصة لحاجات معينة، والنقط بتاعت العلامة التجارية الناثينج موجودة في كل حتة، بس لطيفة ومش اوفر وشكلها حلو. وما قالش ده احنا ادينا لك جهاز رخيص تعالى بقى فسحك اعلانات، لا، الواجهة رايقة ومش مليانة اعلانات، وده بيخليه مميز جدا في الفئة دي. انت ممكن ما تصورش كل يوم، بس الواجهة هي اللي بتتعامل معاها يوميا، هي دي اللي هتحسسك يا اما انك ماسك جهاز مريح وما تحسش بالنقص، او رخيص ويقول لك كل يوم انت فقير. ولا ميزة هنا في Nothing OS 3.2 اللي هو الاخ الاغلى متشالة بغباوة من الموبايل ده، بدافع انك مش دافع كتير يعني. حتى في الزرار الاضافي اللي ضافوه على الجنب علشان يفتح الاسينشال سبيس، دي اداة جمع معلومات بالذكاء الاصطناعي اللي بدأوا يعملوها يعني، ولطيفة. وعموما يعني لو انت عايز تزود شوية فلوس يعني ابقى بص على Nothing 3A Pro علشان هم قريبين قوي من بعض، ولو ما تعرفش الاتنين فحاول تعرفهم عشان هتنبسط منهم جدا. والشاشة دي انا شايف انها نقطة قوة حقيقية، هي دي اللي بتثبت الكلام اللي انا قلته. يعني مش منزل لك شاشة TFT ولا LCD تعمل بيرنينج بعد شوية عشان تتحرق ويبقى شكلها وحش بداعي انك دافع قليل، لا، الشاشة هي شاشة كبيرة 6.7 او 6.77 بوصة، فول HD 120 هرتز AMOLED، سريعة الاستجابة جدا، فيها معدل استجابة لللمس 480 هرتز، اضاءتها قوية جدا، بتوصل حرفيا ل 30,000 شمعة في ال HDR، بس 1300 شمعة سطوع كاملة للشاشة في الخارج في الإضاءة الخارجية يعني، حتى فيها 2160 هرتز الBW dimming. كل دي حاجات برو قوي قوي خالص يعني. فأنا شايف إنه عاجبني جدا كل حاجة في الشاشة دي بالسعر ده، والجهاز بيجي من العلبة متركب عليه سكرين بروتكتور، أهي دي مش برو خالص، أرخص حاجة في الجهاز، رخيصة حقيقي يعني شكلا ومضمونا، وبتبصم وبتتخلع بسهولة، ويا ريتهم ما حطوها ووفروا $. كمان
كان بقى ب $278 لانها وحشه قوي. هو كتر خيرهم على كرم وجود جراب وسكرين وشاحن مع الجهاز. CMF فون 2 برو شغال بمعالج ميديا تك دايمنسيتي 7300 برو، وانا بقول لك ان هو كويس جدا. المعالج ده بيجيب نفس ارقام السناب دراجون 865 اللي هو كان فلاج شيب من 5 سنين كده، وكويس بما يكفي ان هو يتعامل مع معظم التاسكات يعني والالعاب الكويسه الخفيفه، مش على اعلى اعدادات. بس هو كمان كويس قوي للتصفح واستخدام السوشيال ميديا، وسلس ولطيف وما بيسخنش كتير. كمان الجهاز بيجي ب 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه تخزين مع مدخل كارت ميموري علشان تزودها. ما فيهوش شحن لاسلكي زي ما قلت قبل كده، ولا ما قلتش مش فاكر، بس في NFC فبيقدر يعمل مدفوعات بدون تلامس. كل الحاجات الحلوه اللطيفه دي. الهابتك فيدباك بتاعته اللي هي الفايبريشن بتاعته لطيفه وما تحسش برخص وانت بتستعمل الفايبريشن ده. السماعه اللي تحت مش حلوه خالص، مش ستيريو، صوتها عالي بس مش حلو ومش متقسم ومش لطيف خالص يعني. اهي دي ما شمتش بربع جنيه برو الصراحه. وهو كمان بيجي تصنيف IP54 فممكن تطرطش عليه ميه ولا تمشي في المطر، ولو اتدلق عليه حاجه ما يحصلوش حاجه يعني. في بطاريه 5000 ملي امبير، واللي بالمناسبه لموبايل بالرفع ده انا شايف انها مبهره قوي. في كمان شاحن 33 واط، وعمر البطاريه كان كويس جدا في الاستخدام. لا جدا جدا جدا، برو اكتر من البرو ذات نفسه. وبعدين طبعا في الظهر في الكاميرات الثلاثه، ما هو يعني ما ينفعش يبقى موبايل برو من غير 3 كاميرات. دلوقتي لو بتفكر ان هو موبايل رخيص وهيديك كاميرات اي كلام ونص لبه، الحقيقه ده مش حقيقي ابدا. الكاميرات مش مجرد خدعه، والكاميرات حلوه، بس الواقع فيها عيوب كتير ما تفسدش التجربه. لكن لازم تكون مش اعلى حاجه في الدنيا يعني، ما انت دافع $279 فما تتوقعش ايفون 15 برو ماكس يعني. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل وما فيهاش تثبيت بصري، فما تبقاش تتهز بيها كتير وانت بتصور فيديو. طبعا الكاميرا الاماميه هي فول اتش دي فقط، 30 فريم في الثانيه و60 فريم في الثانيه. صورتها معقوله جدا، ما تتوقعش انها هتصدمك وهتحولك لمحترف تصوير. كاميرا حلوه تلتقط بيها لحظات حلوه بكواليتي ممتاز في الاضاءه النهاريه حلوه، بس المعالجه فيها تلوين بنفسجي مصفر كده. بص هي مش عارف معالجه الالوان فيها حاجه غلط، بس معقوله جدا. وبعد التحديث الاخير للسوفت وير اتحسنت كتير، لكن التحديث مش هيعمل معجزات ولا هيزود حجم فتحه العدسه. اكيد ما فيهاش بوكا اللي هي بتبقى في الخلفيه لما بتبقى مزغلله من وراك كده، التاثير اللي الناس بتحبه في الصوره. وده طبيعي، فتحه العدسه وحجم السنسور ما يديش الحاجات دي لانها مش بالبكسلات. العدسه الثانيه عدسه تقريب 2x، هو مش زوم كبير قوي يعني. وما انصحش تعمل زوم ديجيتال ابدا عشان ما تزعلش. ما تعلاش ببرج طموحاتك علشان ما تقعش من فوق السطوح، لان المستشعر اصغر بكتير من الاساسيه فبتضحي بكتير من الاضاءه والجوده مقابل زوم قليل اصلا. وبعدين العدسه الواسعه اوسع بكتير من الكاميرا الاساسيه وده كويس، بس هي كمان مستشعر صغير و8 ميجا بكسل، فما تحاولش تقسى عليه في ظروف اضاءه حزينه. هي مجرد حاجه تفرح الزبون يعني والمستخدم وتديله التنوع، وده بصراحه مقبول جدا. للامانه انا مبسوط انه في عدسه واسعه اصلا بالسعر ده وبتطلع صوره مستخدمه جدا ومقبوله للسوشيال ميديا. يمكن CMF فون 2 برو علشان الكاميرات، لكن الحقيقه هو برو في كل حاجه، لكن كاميراته مش اعلى برو يعني. السوفت وير برو، الشاشه برو، وكل الخيارات الممتعه اللي عملوها في الموديلاريتي برو. هو موبايل ممتع وجميل وبرو. زمان واحنا صغيرين كان في جهاز من إريكسون بيغير وشوش كنا فرحانين بيه قوي، بس ده بيخليني اتساءل الجهاز الجميل ده من CMF كان هيبقى عامل ازاي لو في نسخه عاليه الجوده منه متاحه فيها امكانيات اعلى. يا سيدي خليه بلاستيك زي ما هو، وزود لي حجم السنسورات بتاعه الكاميرا، اديني معالج سناب دراجون حتى جين 3 بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، وسميه برو بلس اكس ماكس اي حاجه، وما يجراش حاجه بسعر اعلى شويه، لان هو جهاز جميل جدا حقيقي على وضعه. انا مبسوط بيه جدا، بس مش هيبقى موبايلي الاساسي. واصبر معايا علشان هقول لك ليه. هقول لك خلاصه حكايتي مع CMF فون 2 برو. بس قبل ما اقول لك لازم تعرف ان اللايك اللي بتحطها والتعليق هو ده البنزين اللي بيدور عجله القناه، فما تبخلش علينا بيهم. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصل لك كل فيديوهاتنا. CMF فون 2 برو من nothing مش هيبقى موبايلي الاساسي علشان بحتاج كاميرا عاليه في شغلي في ظروف اضاءه مش احسن حاجه، ومش هيسد في الظروف دي. مش هيبقى موبايلي الاساسي علشان اكسسوارات الشحن الوايرلس اللي في كل حته في البيت وعلى مكتبي مش هعرف استخدمها. هو موبايل ما استغناش عنه، بس مش هيبقى الاساسي علشان شريحتي الاساسيه اي سيم، ولسبب ما هو ما بيقبلش غير فيزيكال سيم اللي هي الشريحه نفسها. دي احتياجاتي انا اللي تمنعني عن ان هو يبقى اختياري الاول، بس كل واحد واحتياجاته. حكايه
حكايتي مع CMF فون 2 برو من ناثينج حكاية حب جت بالعشرة مش من أول نظرة، حكاية فروق طبقية واحتياجات كانت ممكن تمنعني عن حبه، لكن هو اللي حببني فيه بسلاسته وبساطته وحجمه ووزنه وشياكته، وإنه بيقوم بكل حاجة. يمكن مش أحسن حاجة في كل حاجة، لكن مفيش حاجة هتعمل اللي بيعمله بشخصيته وبسعره اللي نازل بيه. أنا كنت غلطان فعلا إن اتكبرت عليه وركنته شهرين واعتبرته مش من مستواي. الجهاز ده جميل حقيقي وأنصح بيه جدا 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 لكل حد عاوز يوفر في الميزانية ويختار خيار عملي وشيك وأنيق، مش مبهرج ولا حاطط زينة، لأن الحلاوة حلاوة الروح. ومش هقولك روح علشان الإفيه ده قديم قوي. الموبايل ده مش لحد عاوز أفضل كاميرات ولا عايز يلعب أفضل ألعاب وأعلى ألعاب على أعلى أداء، لكن هيلعبها وهينبسط بدون مبالغة. الموبايل ده كل اللي هيشيله هينبسط منه. انا CMF فون 2 برو ده بيفكرني بالافلام اللي ما اتصرفش عليها واتعملت بالحب كده، ولما بتنزل بتعلي على افلام اتصرف عليها ملايين. مرة واحد كتب لي في التعليقات اني عاوز اتشهر ومش هيعلق لي عشان ما اتشهرش، وغلاوتك يا شيخ تعلق لي كل مرة عشان ما اتشهرش.